وجه المدعي العام الفرنسي تهمة الاغتصاب بشكل رسمي لنجم منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، مما أدى لتلقيه صدمة قوية. على إثر الاتهام استجوب المدعي العام الفرنسي اللاعب بعد اتهامه من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما باغتصابها في منزل حكيمي في بولوني بلانكو يوم 24 فبراير. ذكر راديو مونte كارلو إن اللاعب ظهر في تدريبات باريس سان جيرمان يوم الجمعة بشكل طبيعي، ولكن تحت إشراف قضائي. بداية الاتهام عندما اتهمت فتاة في 23 من عمرها أشرف حكيمي في ليلة حفل زابست باغتصابها. وقالت الفتاة إنه في يوم 16 يناير بدأ نقاش بين أشرف حكيمي والفتاة عبر شبكة التواصل الاجتماعي انستجرام. ويوم السبت 25 فبراير ذهبت الفتاة إلى منزل اللاعب في بولوني في سيارة أوبر، وبعدها خرجت الأمور عن السيطرة في منزل اللاعب، وأن اللاعب تعدى عليها رغما عنها حسب كلامها. وقالت إنها تمكنت من تحرير نفسها من المتهم بدفعه بعيدا، وبعد الرحيل أرسلت رسالة إلى صديق جاء ليأخذها بعيد. أكد حكيمي إنه في ليلة جائزة زابست على أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، كما ظهر أشرف حكيمي هادئا ومطمئنا للغاية. قامت الممثلة الإسبانية هبة عبوق بحذف مجموعة من صورها مع زوجها أشرف حكيمي من حسابها على الانستجرام بعد اتهامه بالاغتصاب، ولم تدلي بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن اتهام زوجها بالاغتصاب. وقالت سعيدة موح والدة أشرف حكيمي المحامية المكلفة بالدفاع عن نجلي طلبت من العائلة عدم الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية حفاظا على سرية التحقيقات. وقالت قلبي يخبرني أن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهد له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل لهم. وأكدت إنها تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، وقالت حدثته في الموضوع وأقسم لي إنه بريء. كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلها بفرنسا؟ هناك الكثير من الحراس وكاميرات مراقبة في كل الاتجاهات. وقالت محامية أشرف فاني كولين إن موكلها نفى بشدة التهمة الموجهة إليه، لافتة إلى أن حكيمي لن يتحدث إلا في المحكمة. وأكدت المحامية أن الضحية المزعومة رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، علما أن القضية أو الاتهام لا يستند إلا إلى ادعاءاتها. وأشارت لأن توجيه الاتهام للاعب من قبل المدعي العام الفرنسي هو إجراء طبيعيا يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية، وهو أمر يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه.